نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم. نتعلم والعلم سفيرنا بين معلم ومعلم. العلم مدينة إلهام لا يدخلها إلا ملهم ودليل. طبعا هذا الكتاب من ضمن الكتب اللي موجودة في مكتبة مسجد سعد بن أبي وقاص، والتي تتضمن الكتب التاريخية والتي تتحدث عن التراث التي خلفه أئمة هذا المسجد. ومن بين هذا الكتاب كتاب قيم مع الإمام الداعي المجاهد الطاهر عبدلي، حياته ونشاطه في الدعوة، نشاطه في الجانب العلمي، الجانب الاجتماعي. هذا كتاب قيم يتحدث عن هذا الرجل المجاهد الإمام الذي نفتخر أنه ينتسب إلى هذا المسجد. طبعا الكتاب لمؤلفه الأستاذ يحيى الصديقي. الكتاب يتضمن فصول من حياة الشيخ الطاهر، كذلك يتضمن طرق تعامله مع الطلبة، مع التلاميذ، حتى مع النساء، الخدمة لنفسه، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مداعبة الأطفال، حتى أنه يروى عنه كثير من المواقف مع الصبيان في مداعبته لهم وتعليمه لهم. كذلك الكتاب يتضمن حياة الطاهر، الشيخ طاهر، نسبة حياته العلمية، الاجتماعية، كذلك الزوجة الأولى اللي هي كما تظهر على الصورة هنا. فصول الكتاب كتاب قيم لمن قرأه، كتاب جيد يحتوي على فصول مهمة جدا من هذا التاريخ المجيد. الشيخ طاهر في جلسة شاي مع ابن عمه عبدلي عبد القادر سنة 1974. الكتاب في حد ذاته يتحدث عن تراث المدينة ابتداء، وتراث مسجد سعد بن أبي وقاص. طبعا هذه نسخة علمية من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهي طبعة مصححة ومعلقة عليها محمد حامد الفقي من شيوخ الأزهر الشريف. هذا الكتاب هي من أقدم نسخة موجودة عندي هنا في المكتبة، اللي هي عمرها حوالي 92 عام، وهي مخطوطة منقولة خطيا عن كتاب النسخة الأصلية اللي موجودة في دار الكتب المصرية. كما أن هذا الكتاب نسخ من نسختين أصليتين، النسخة الأولى في مكتبة اسطنبول، والنسخة الثانية في دار الكتب المصرية، وهي نسخة منقولة منسوخة عن النسخة الخطية لابن حجر رحمه الله. كما تعلمون هذه كذلك نسخة جيدة في الطباعة، حياتها حوالي 92 عام. كذلك عندنا هنا، ولو كان نجعل مطابقة بين هذه النسخة اللي هي أحد النسخ التجارية، هذه تقريبا نسخة تجارية، نجد فروق كبيرة بين هذه النسخة وهذه النسخة. ما يميز هذه النسخة أن فيها تعليق صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، لكنها فيها بعض الزيادات أو بعض الأخطاء في النقل. مثلا لو نروح مثلا كتاب التطوع، نجد الأحاديث اللي موجودة في باب التطوع غير موجودة في النسخة الأصلية، وهذه بعض الفروق فقط، لأن هناك فروق في عدد الأحاديث. كذلك عندنا نسخة اللي هي عمرها حوالي 102 عام، اللي هي الحبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. طبعا المؤلف تاعه معروف ومشهور، اللي هو ابن عاشر، محمد بن عبد الله بن المبارك الفتحي المراكشي، ابن عاشر المعروف بابن عاشر. فيه تعليقات على على هذا الكتاب في الحواشي، وهو كتاب جيد، وهي نسخة أصلية كما راكم تشوفوا هكذا، نسخة قديمة، لكنها أظن أن طباعتها طباعة جيدة، وهي طباعة أو أظن أنها من المطابع القديمة، ليست من المطابع الإلكترونية الجديدة. فهيا نتعلم ونهوض الأمة مرهون بالعلم، فهيا